أهلا بيك يا صديقي. قبل ما نبدأ الفيلم أحب أفكرك إنك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ. بيبتدي فيلمنا في مدرسة لتعليم فنون النينجا التقليدية في اليابان، واللي بيمتد تاريخها على مدار مئات السنين، والمدير بتاعها بيكون المعلم تاكيدا، وبيبقى واحد من أهم المدربين واللي بيتمتع بسمعة محترمة في مجاله. وبنشوف شخص اسمه كيسي، ويعتبر الأجنبي الوحيد في المدرسة واللي انضم ليها في سن صغير بعد ما عيلته سابوه. وكعادة كل مدارس النينجا، المعلم تاكيدا بيحتفظ بصندوق خاص بيسموه الصندوق المقدس، وبيكون فيه أنواع الأسلحة اللي ورثوها من المحاربين القدامى واللي استخدموها في قتل أعدائهم على مر السنين، خاصة وإن النينجا ليها تاريخ كبير في صناعة الأسلحة الفتاكة، وحتى السموم طوروها وتعتبر من ضمن أسلحتهم. وبيكون شرف كبير للمحارب اللي بيحتفظ بالصندوق المقدس، وبتكون قيمته بالملايين. وفي يوم بيجتمع المعلم تاكيدا بطلابه وبيعرفهم إنه فخور بيهم، وإن واحد منهم قريب هيكون خليفته، وأهمهم مازوسكا الابن الوفي للمدرسة واللي بيتميز بالصلابة وبالجرأة، وكمان كيسي اللي بيتميز بالهدوء والانضباط. وبتكون من ضمن الطلاب ناميكو، ودي تبقى بنت المعلم تاكيدا وأقرب حد لكيسي. وبالليل بنشوف كيسي بيبص على آخر جواب أمه بعتته له قبل ما تسيبه، وساعتها بيجيله مازوسكا وبيفضل يعايره، وده لأن أبوه مات وهو سكران وأمه سابته وهو في سن صغير، وبيعرفه إن هو الأولى بخلافة الزعيم. وفجأة بيظهر تاكيدا وبيفهم مازوسكا إن اللي بيعمله غلط، وأي حاجة هتعملها زي دي هيكون لها عواقب. وفي يوم بيبتدي التدريب الرئيسي بين مازوسكا وكيسي تحت أنظار تاكيدا، وبيبدأ القتال، وبيكون مازوسكا متعصب جدا كأنه قتال حقيقي، وبيضرب كيسي ضربة غير قانونية، فبيأمر تاكيدا بإنهاء القتال. لكن زوسكا مستمر وبياخد سيف حقيقي عشان يضرب كيسي بيه، لكن بيكون محظوظ وبيقدر كيسي يجرحه في وشه. وساعتها تاكيدا بيتدخل وبيصوت بغضبه كله على مازوسكا لأنه خالف كل القوانين، وفي النهاية بيأمر بطرده خارج المدرسة لأنه ما يستحقش شرف الانضمام ليها. ووقتها مازوسكا بيكون حزين جدا لأنه قضى حياته كلها في المدرسة وحلمه إنه يبقى الزعيم الجديد. وعشان نعرف خطورة مازوسكا بنرجع لورا وبنتعرف على الرئيس تامبل، واللي بيكون رئيس شركة ضخمة متخصصة في البترول والغاز، وبيبقى عنده رجالته اللي بيخلصوا على أي مشكلة تواجهه في شغله، وبيكون عليهم علامة مميزة على صدرهم. وفي مرة كان فيه رئيس شركة منافسة بيحاول يعمل شراكة مع شركة تانية، وده طبعا هيأثر على تامبل. وفي الوقت اللي كانوا بيستعدوا عشان يعلنوا الشراكة قدام وسائل الإعلام، ساعتها بيتدخل واحد من النينجا وبيبدأ يصطاد الحراس اللي في المكان واحد ورا التاني، وبعدها بيخلص على رؤساء الشركتين. واللي قدر يعمل كل ده يبقى مازوسكا نفسه من غير ما يسيب وراه دليل. وبنرجع للمدرسة مرة تانية، وبيكون يوم مهم لأن تاكيدا هيختار الخليفة بتاعته كزعيم للمدرسة، وبيعرض فيها الصندوق المقدس للزوار. لكن فجأة بيظهر مازوسكا وبيدخل بكل استهتار، وبيقول لتاكيدا إنه لازم يختاره هو لأنه الأحق، والكل بيكون مترقب ايه اللي هيحصل. ووقتها تاكيدا بيعرفه انه مجرد قاتل مأجور ومش هينول شرف حماية الصندوق المقدس. فبيقول له مازوسكا انه هيندم على اليوم ده، وبيبص لكيسي بنظرة كلها تحدي وانتقام، وبيعرف كل الموجودين انهم كمان هيندموا لانهم وقفوا ضده. وبالليل بيجتمع تاكيدا مع كيسي وناميكو، وبيقول لهم انه لازم الصندوق المقدس ينتقل لأبعد نقطة. وفعلا كيسي بيجهز نفسه عشان يسافر مع ناميكو لأمريكا، وبيوعد المعلم تاكيدا بانه هيحافظ عليه بحياته. وفعلا بيسافروا مع 2 من زمايلهم، وبيكون في استقبالهم البروفيسور جاريسون، وده بيكون صديق تاكيدا لما كان مقيم في اليابان وبيدرس في الجامعات هناك. وبيقرر البروفيسور يحتفظ بالصندوق في خزانة الجامعة المحصنة. وأثناء الغداء البروفيسور بيسأل كيسي عن انضمامه للمدرسة، فبيعرفوا إن أبوه كان ضابط في الجيش الأمريكي وكان شغال في اليابان، ولكن أمه انفصلت عنه وهو صغير وسافرت من غير ما تاخده معاها. وللأسف أبوه كان بيسكر دايما لغاية ما عمل حادثة ومات، وأصدقاء أبوه رفضوا يعيش في الملجأ فودوه المدرسة. وبعد يومين وفي وقت الجو كله مطر بيكون واحد من المدرسة خارج، فبيلاقي نينجا في وشه وبيخلص عليه في ساعتها. وطبعا ده بيكون مازوسكا، ولما حد بيروح يشوف ايه اللي بيحصل مازوسكا برضه ما بيرحمهوش، وواضح انه جاي ينتقم من الكل. وفي الوقت ده بيخرج جميع الطلاب عشان يواجهوه، ولكن مازوسكا بيبدأ يصطاد فيهم واحد ورا التاني، ومحدش بيقدر يتغلب على قوته وكفاءته. وبيروح بعدها لتاكيدا واللي بيكون مستعد له، فبيهجم عليه، لكن تاكيدا بيتصدى له بكل ذكاء، وبيعرفه ان هو اللي علمه كل حاجة. بس مازوسكا ما بيستسلمش وبيقرر ياخد حقه، وبيروح للصندوق المقدس، لكن برضه بيتصدى له تاكيدا. فبيضل مازوسكا المكان ومحدش بيبقى شايف التاني، وبيركب بعدها النضارة
النضارة الإلكترونية اللي بتخليه يشوف في الضلمة، وتاكيدا بيعتمد على إحساسه الداخلي. وبعدها بيطلع مازوسكا الإبر السامة وبيضرب بها تاكيدا، واللي ما بيقدرش يتفاداها كلها وبترشق واحدة في رقبته. وبيوري له مازوسكا الترياق الوحيد للسم عشان يخليه يقول له على مكان الصندوق المقدس، ولكن تاكيدا بيبتسم وبيقول له إنه الأفضل له يموت ولا إنه يكون خليفته. وساعتها بيرمي مازوسكا الترياق، وده معناه الحكم بالموت، وبيخلص عليها على طول. وفي الوقت ده بيجي اتصال لتاكيدا من ناميكو عشان تطمن عليه، وطبعا ما بيردش. ومازوسكا بيشوف في التليفون ان الاتصال من امريكا من شخص اسمه جاريسون، فبيتصل مازوسكا بعدها بالسيد تامبل في امريكا وبيقول له انه عايز منه خدمه. وفي الوقت ده بيروح كيسي للعنوان اللي مكتوب في ظهر الجواب اللي كان مبعوت له من امه، وكان متردد انه يضغط على الجرس الخاص بشقتها، لكن فجاه بتنزل واحده من السكن فبيسالها عنها، وساعتها بتتاسف له وبتعرفه انها ماتت من شهور. وبيرجع بعدها البيت البروفيسور وبيكون حزين جدا، وبيتحاول ناميكو تواسيه بعد ما عرفت اللي حصل. وفجأة مجموعة بتقتحم البيت وبتقتل البروفيسور، فبيستخبوا بسرعة وبيدخل وقتها زمايل كيسي، وبيحصل اشتباك قوي بينهم وبين المجموعة التانية. وساعتها واحد من زمايل كيسي بيتقتل والاشتباك بيستمر، ووقتها بيشوف كيسي على صدر واحد منهم علامة مميزة، وهناك واحد منهم بيهدد ناميكو عشان تقول له مكان الصندوق، فزميلها بيروح ينقذها. ولسه يهربوا بيفضل يتضرب عليهم نار لغاية ما كيسي بيقضي عليه، لكن للأسف زميلهم بيكون اتقتل، فبياخد ناميكو وبيهربوا بسرعة. ولسه بينزلوا من البيت بتيجي عربية عليهم، فبينط كيسي من فوقها وبيضرب صاحبها قبل ما يهجم عليهم. وفي الوقت ده بيكون مازوسكا وصل للمطار وبينتحل شخصية مهندس عشان يسافر لأمريكا ويوصل للصندوق. وساعتها بنعرف إن اللي هجم عليهم يبقوا تبع السيد تامبل، وده هتبقى الخدمة اللي طلبها منه مازوسكا. وفي الوقت ده بيروح كيسي وناميكو لفندق صغير، وناميكو طبعا بتكون حزينة لأنها مش عارفة مصير أبوها إيه. وهناك بتوصل الشرطة لبيت البروفيسور وبيعينوا مسرح الجريمة، وبيلاقوا وقتها جوازات سفر كيسي وناميكو. ولما بيكونوا الاتنين قاعدين في الفندق بيشوفوا في النشرة أخبار الجريمة، وبيعرفوا إن فيه اتنين مشتبهين عند الشرطة، وطبعا يبقوا كيسي وناميكو. ووقتها بتطلب منه يروحوا للشرطة ويحكوا الحقيقة، لكن كيسي بيرفض لأن فيه ضحايا كتير ومحدش هيصدق كلامهم عن مازوسكا. وتاني يوم بيصحى كيسي وبيتفاجئ إن ناميكو مش موجودة، فبيخرج عشان يدور عليها وبيعرف إنها في الكافيه، وفعلا كانت هناك بتشتري فطار، لكن البائع بيتعرف عليها من خلال الجورنال. ولما بياخدوا القهوة بيرجع كيسي عشان يجيب سكر، لكن بيبان على البائع الارتباك، وفجأة بيتضرب عليهم نار من رجالة تامبل. ولما بيدخلوا المطعم بيشتبك معاهم كيس وبيدافع عن ناميكو، وبعدها بيديلهم الضربة القاضية. ولما بيخرجوا بره بيهجم عليهم فريق تاني بعربياتهم، فبيحاولوا انهم يهربوا وبيقدروا يفلتوا منهم بالعافية. وساعتها ما بيكونش قصادهم غير المترو، فبيروحوا ناحيته بسرعة، وبيخرج الفريق من العربيات وبيجروا وراهم وبيطاردوهم جوه المترو وناويين على الشر. وساعتها بيكون كيسي وناميكو وصلوا لعربية المترو، والتانيين بيقسموا نفسهم عشان يلاقوهم بسرعة، وبيدخلوا يدوروا عليهم، وبيتبقى واحد بره. ولسه بيقرب من العربية بيلاقي كيسي وناميكو في وشه، لكن الباب بيكون قفل خلاص. وساعتها باقي الفريق بيبدأ يدور عليهم جوه عربية المترو، ولسه يهربوا بيشوفهم واحد منهم، فبيشتبك معاهم كيسي بكل قوة، وبيقدر بكفاءته وتدريبه العالي يتعامل معاهم ويكسر عظمهم. وهناك بتشتبك ناميكو مع الباقي، وبتقدر بسرعتها تدافع عن نفسها بشراسة، ولكن الكترة تغلب الشجاعة وبيضربوها بعنف. فبيروح كيسي عشان ينقذها وبيهجم عليهم بغل وبيخلص عليهم. ولما المترو بيقف وبيخرجوا بيلاقوا الشرطة كلها في انتظارهم بسبب الكوارث اللي حصلت. وفي الوقت ده بيوصل مازوسكا لشركة تامبل وبيسألوا إذا لقى الصندوق، وساعتها بيقول له الشخص اللي كان بره المترو إنه لقاهم ولكن ما لقاش الصندوق. ولما بيسألوا مازوسكا عن مكانهم بيعرفوا إنهم في اسم الشرطة ومش هيقدر يوصل لهم. وساعتها بيمسكوا مازوسكا وبيخلص عليه بالسلسلة اللي لابسها. وفي اسم الشرطة بيتم التحقيق مع ناميكو وكيسي، وطبعا بينكروا صلتهم بمقتل البروفيسور جاريسون. وفي الوقت ده بيوصل فيه مازوسكا لاسم الشرطة على أساس إنه محامي ناميكو، وهناك بيحاول كيسي يشرح للمحقق إن مازوسكا هو اللي ورا قتلهم، لكنه طبعا ما بيصدقهوش. وفجأة الكهرباء بتتقطع في المكان، فبيخرج المحقق يعرف إيه اللي حصل، وبيسيب كيسي متكلبش في المكتب. وبيروح وقتها الضابط التاني لمكتبه، بس مازوسكا بيكون في انتظاره بيقتله. وهناك ناميكو كانت مستنية،
وفجأة حد بيفتح عليها الباب فبتضربه بسرعة، لكنها بتكتشف انه ضابط عادي وجايين عشان ينقلوها. وبيروح بعدها المحقق عشان يكلم زميله، وبيتصدم لما بيشوفه مقتول قدام مكتبه. وفي الوقت ده بيظهر مازوسكا بالبدلة بتاعته وبيكون معاه قنبلة دخان صغيرة، فبيرميها في وسط القاعة وبيهجم على رجال الشرطة واللي بيقدر يخلص عليهم كلهم بسهولة. وهناك بيحاول كيسي بكل قوته يخلص نفسه من الكلبشات المربوطة في المكتب الحديد. وفي نفس الوقت بيروح مازوسكا ورا ناميكو وخلاص ما بقاش قدامها مكان تهرب منه، فبيهجم عليها مازوسكا وبيخنقها لغاية ما بيغمى عليها. وفي الوقت ده بيقدر كيسي يخلص نفسه من المكتب الحديد بصعوبة، وبيخرج بعد ما بيكسر الإزاز وبيطلع بسرعة للدور التاني، فبيلاقي الضباط مقتولين. ولسه ينزل مرة تانية بيقابله المحقق وبيهدده لو مسلمش نفسه. وفي اللحظة دي بيظهر مازوسكا وهو معاه ناميكو ولسه هيقتل المحقق. بيجري كيسي وبينقذه بسرعة، وبيعرف وقتها ان كلامه صحيح. وبيطلع مازوسكا على سطح المبنى وبيروح وراه كيسي، وساعتها بتقوم معركة شرسة بين الاتنين. وبالرغم من سرعة وقوة كيسي الا ان مازوسكا بيكون صلب وبيهجم عليه بشراسة، وبدافع الحقد والغضب بيقدر في الاخر يضربه ضربة قوية وبيقع من فوق المبنى. وقبل ما ينزل له بيسمع رجال الشرطة وهي طالعة، فبياخد ناميكو بسرعة وبيستخدم جناحات صناعية بشكل ذكي بحيث يقلل ضغط الهواء وبينزل بكل سهولة من فوق المبنى. ووقتها بنشوف كيسي بيقدر ينزل من المبنى، لكن بيكون مازوسكا اختفى خلاص. وبعد شوية بنشوف ناميكو مربوطة في مكان غريب، ولما بيظهر مازوسكا بتسأله إذا قتل أبوها ولا لأ، فبيعرفها إنه يستحق القتل لأنه خانه، وبيهددها عشان تقوله على مكان الصندوق، لكنها طبعا بترفض. وساعتها بيديها مهلة ساعة واحدة بس عشان تفكر وإلا هتحصل أبوها. وفي الوقت ده بيروح كيسي لصاحب المطعم اللي بلغ رجالة تامبل، وأول ما بيشوف كيسي بيهرب منه فبيفضل وراه لغاية ما بيمسكه وبيضربه عشان يقوله الحقيقة. وبيشوف على جسمه نفس العلامة المميزة، وبيعترف له ساعتها بالحقيقة وبيدله على مكان مصنع تامبل. فبيروح بعدها للمصنع وبيقدر يتسلل لجوه بعد ما ضرب الحراس. ووقتها تامبل كان مجتمع مع رجالته، وفجأة بيلاقي الحارس بيترمي من السقف، وبينزل وقتها كيسي لتحت وبيهجم على رجالته، وبتقوم معركة شرسة بينه وبينهم. وبيقدر كيسي بكفاءته وتدريبه الاحترافي انه يكسر عظمهم ويتغلب عليهم واحد واحد. وقبل ما تامبل يهرب بيضربه بالحديدة وبيوقعه على الارض. وعلى الناحية التانية مازوسكا بيعرف ناميكو ان وقتها خلص والافضل ليها تعترف بمكان الصندوق، ولكن فجأة بيجيله اتصال وبيكون من كيسي اللي قدر يوصله عن طريق تامبل. ووقتها مازوسكا بيقوله ان الصندوق لو ما جاش هيقتلهم هما الاتنين، فبيقوله كيسي انه هيديله الصندوق مقابل ناميكو، وبيعرفوا المكان اللي هيتقابلوا فيه. وفي الوقت ده بيكون المحقق في مكتب البروفيسور، ولما بيفتش فيه مرة تانية بيكتشف صندوق صغير وبيلاقي فيه تصريح جمركي خاص بالصندوق اللي حكاله عليه كيسي، وبيعرف وقتها اسم الجامعة اللي اتورد لها الصندوق. وفي نفس الوقت بيوصل كيسي للجامعة وبيتسلل عشان ياخد الصندوق وينقذ ناميكو، وبيقدر يثبت مراقب الكاميرات وبينجح انه يحجزه هو وزمايله بعد ما بيطلع الصندوق. ولكن بيتفاجئ بالمحقق في وشه وبيهدده بالمسدس لو ما سلمش نفسه. فبيقول له كيسي انه اكيد دلوقتي عرف انه مش بيكذب، وبيعرفوا انه هيديله اللي هو عايزه. وبعد شويه بيظهر مازوسكا ومعاه ناميكو في المكان اللي اتفقوا عليه، وبيقول له كيسي يسيبها تمشي. فبيعرفوا ان لازم يشوف الصندوق الاول. وفي اللحظه دي بينزل كيسي الصندوق من فوق فبيسيبها مازوسكا، ولما بيقرب من الصندوق بيتفاجئ انه فاضي. وساعتها بيظهر كيسي بلبس النينجا القديم وبيصمم مازوسكا انه يخلص عليهم. ولكن فجاه بتظهر رجاله تامبل واللي قرر يغدر بيهم، فبيهجم عليهم مازوسكا وبيرمي قنبله دخان. وساعتها بيضرب واحد فيهم وبياخد بندقيته وبيخلص على زمايله. وبقيه الرجاله بيكونوا ورا كيسي، ولكنه بيعرف يتعامل معاهم بطريقته الخاصه. وقبل ما يهرب منهم بيروح وراه مجموعه تانية، وساعتها بيستخدم السلسله الحديد وبيكون فيها شفره حاده وبيخليهم يندموا انهم قربوا منه. وهناك بتساعده ناميكو من بعيد وبتشتبك مع مجموعه تانية وبتقدر بسرعتها تقضي عليهم. وفي الوقت ده بتهجم عربيه على مازوسكا، فبيجري من فوقها وبيغرس سيفه في ايد السواق، وبتفضل العربيه ماشيه بسرعه وبيقدر مازوسكا يضرب الباقي بالنار. ولكن وقتها بيهجم عليه كيسي من فوق العربيه واللي بتتخبط في عربيه تانية وبتنفجر. ولسه ناميكو هتضرب مازوسكا بالسهم بيسبقها هو وبيضربها بابره سامه في رقبتها، وبيهجم على كيسي قبل ما يروح لها. وساعتها بيوري له الترياق الوحيد اللي يقدر ينقذها، وبيقوم قتال شرس بين الاتنين واللي بيكونوا فاهمين بعض كويس. ولكن مازوسكا بيبقى عنيد
ومصمم على الانتقام منهم، وبيطلع الترياق وبيرميها على الأرض وسط قهرة كيسي، وبكده يكون حكم عليها بالإعدام. فبيهجم عليه كيسي بكل غل وبيتصدى له مازوسكا في الوقت اللي بتوصل فيه مروحيات الشرطة، وفي اللحظة دي بيستخدم سيفه بطريقة تخليه يطلع دخان للتخفي، وبيبقى كيسي مركز تماما بدون ما يتشتت. وفجأة بيظهر مازوسكا من وراه، ولكن بيسبقه كيسي وبيضربه بالسيف ضربة قاتلة، وبيجري بسرعة عشان يلحق ناميكو، بس بتكون خلاص فقدت الوعي، وبيبقى حزين جدا وبيعتذر لها لأنه ما قدرش يحافظ عليها. ولكن في اللحظة دي بيفتكر كلام المعلم تاكيدا عن سيف النينجا بأنه زي ما بيقتل الإنسان بيقدر كمان يرجع له الحياة. فبياخد السيف بتاعه وبيبص على القبضة بتاعته وبيلاقي وقتها ترياق، وبيفكه عشان يخلي ناميكو تبلعه. وفعلا بعد لحظات من الخوف بتفوق ناميكو مرة تانية بعد ما مفعول الترياق اشتغل، وبيكون وقتها مازوسكا في آخر لحظات حياته، وساعتها بيروح له كيسي وبيخلص عليه بالضربة القاضية. ولما النهار بيطلع بتكون الشرطة ملت المكان، ووقتها بيروح المحقق لكيسي وبيقوله ان تامبل اتقبض عليه وانه متأكد انه ملهوش ذنب في قتل البروفيسور، وعشان كده بيدوله جوازات السفر بتاعته هو وناميكو، وبيطلب منهم يسافروا للأبد وبدون رجوع. وبعدها بنشوف كيسي وناميكو هما قدام قبر أبوها، وبيقرروا انهم يكملوا في إدارة المدرسة وتخريج طلاب جدد تكريما للمعلم تاكيدا. وبكده نكون خلصنا أول جزء من الفيلم. لو عايز ملخص الجزء التاني اكتب لنا في الكومنتات، وما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان توصلك باقي الملخصات أول بأول. سلام.